في الفيديو ده جايب لك 22 سهم قيمتهم أقل من القيمة العادلة طبقا لتطبيق انفستنج. الفيديو ده هدية ال10 أيام الأواخر من رمضان. ما تنساش إن أنت تصلي على النبي قبل ما تكمل الفيديو. أول سهم معانا هو سهم بالم هيلز، تمنه دلوقتي 3 جنيه 38 قرش، هو أقل من القيمة العادلة بتاعته ب65%. تاني سهم العربية للأسمنت، سعره دلوقتي 11 جنيه 54 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة بتاعته ب39%. سهم ابن سينا، سعره دلوقتي 2 جنيه 56 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب60%. بعد كده سهم مدينة نصر للإسكان، تمنه دلوقتي 3 جنيه 67 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب52%. بعد كده أوراسكوم للإنشاءات، تمنه دلوقتي 269 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة بتاعته ب42%. بعد كده المصرية الكويتية، تمنه دلوقتي 39 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب47%. بعد كده سهم أموك، تمنه دلوقتي 7 جنيه 49 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب38%. بعد كده الدلتا للسكر، تمنه دلوقتي 63 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب36%. بعد كده القاهرة للدواجن، تمنه دلوقتي 7 جنيه و20 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب51%. بعد كده أوراسكوم للتنمية، تمنه دلوقتي 11 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب51%. بعد كده سهم بي انفستمنتس القابضة، تمنه دلوقتي 19 جنيه 75 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب40%. بعد كده سهم عبور لاند، تمنه دلوقتي 12 جنيه 69 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب35%. بعد كده سهم مصر للألمنيوم، تمنه دلوقتي 93 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب25%. بعد كده سهم كيما، تمنه 9 جنيه و15 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب35%. بعد كده سهم فوري، تمنه دلوقتي 7 جنيه 53 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب41%. بعد كده سهم سيدي كرير، تمنه دلوقتي 27 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب22%. بعد كده سهم جلاكسو، تمنه دلوقتي 30 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب33%. بعد كده جدول التنمية الصناعية، تمنه دلوقتي 3 جنيه و40 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب37%. بعد كده الكابلات الكهربائية، تمنه دلوقتي 2 جنيه 21 قرش، وده تمن القيمة العادلة بتاعته. بعد كده سي اي كابيتال، تمنه دلوقتي 4 جنيه 79 قرش، وهو أقل من القيمة العادلة ب18%. بعد كده البنك التجاري الدولي، تمنه دلوقتي 80 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب25%. وسهم أبو كير للأسمدة، تمنه دلوقتي 63 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب27%. بعد كده المصرية الكويتية، تمنه دلوقتي 88 قرش، وهو هو في قيمته العادلة. بنك قطر الوطني، تمنه دلوقتي 32 جنيه، وهو أقل من القيمة العادلة ب28%. وبعد كده القلعة للاستشارات المالية، وهو أقل من القيمة بتاعته ب18%. الأسهم دي أنا محللتهاش، أنت هتخش تحللها وتشوف نوع الدخول كويسة ليها، وإيه هي الأسهم الموافقة للشريعة الإسلامية منها، وتبدأ تاخد قرارك وتدخل في الأسهم اللي أنت شايف إنها مناسبة ليك. إن شاء الله هحاول في نهاية كل أسبوع إن أنزلك فيديو عن الأسهم المقيمة بأقل من القيمة العادلة، والأسهم المقيمة بأعلى من قيمتها العادلة. ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.